أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة مع الأبطال، القناة اللي بتفتح لكم بوابات الأسئلة اللي محدش بيحب يفتحها. والنهاردة احنا مش جايين نحكي عن قصة، احنا جايين نحقق فيها. كلنا سمعنا عن سفينة نوح عليه السلام، الراجل اللي ربنا أمره يبني سفينة عملاقة وياخد فيها من كل كائن حي زوجين اثنين، واللي نجا بيهم من طوفان بيغرق العالم كله. بس السؤال هنا هو ازاي بنى السفينة بالحجم ده، وازاي شال فيها آلاف الحيوانات، وازاي اصلا السفينة دي فضلت طافية فوق موج بيغرق الجبال. والمهم بقى، هي القصة دي حقيقية ولا في حاجة أعمق وراها؟ خلونا نبدأ من البداية. في كل الكتب السماوية القصة واحدة: في فساد انتشر، في أمر إلهي، في بناء، في طوفان، وفي نجاة. لكن لما نيجي نبص عليها من منظور علمي، الأسئلة تبدأ تطرق الباب واحدة واحدة. حجم السفينة: لو افترضنا إن سفينة نوح عليه السلام كانت بطول 300 ذراع زي ما مكتوب، وده تقريبا يساوي 150 متر، يعني تقريبا طول ملعب ونص كرة قدم. ولو طولها كان 50 ذراع، يعني حوالي 25 متر، وارتفاعها 30 ذراع، يعني حوالي 15 متر، بنتكلم في سفينة بحجم ضخم جدا، تكاد تكون أقرب لحاملة طائرات بدائية. طيب، إزاي راجل واحد أو حتى مجموعة صغيرة من 4000 سنة يقدروا يبنوا حاجة بالحجم ده بالخشب؟ ولو حصل فعلا، كان لازم يكون عندهم أدوات بناء متطورة جدا. يعني يا إما القصة فيها تكنولوجيا مش معروفة، يا إما في حلقة ناقصة في الرواية. الحيوانات: من كل زوجين اثنين. ده إحنا لو جبنا حيوانات أفريقية بس، محتاجين سفينة قد حجم برج إيفل مضغوط، ناهيك عن الزواحف والطيور والحشرات والكائنات البحرية اللي بتحتاج بيئات معينة علشان تعيش. يعني محتاجين درجات حرارة مختلفة، أكل خاص لكل نوع، تهوية مناسبة، نظام صرف صحي للسفينة. يعني باختصار، بنتكلم في حاجة أقرب لمحطة فضائية أكثر منها سفينة خشبية. طب هل ممكن تكون رمز؟ في باحثين بيقولوا إن سفينة نوح عليه السلام مش لازم نفهمها حرفيا، ممكن تكون رمز لحاجة تانية، رمز لبداية جديدة بعد دمار شامل، أو رمز للنجاة من كارثة كونية. بس برضو في أدلة من حضارات تانية ذكرت نفس الحدث. بابل مثلا، في ملحمة جلجامش اللي عمرها أكثر من 4000 سنة، في شخصية اسمها أتنا بشتين، ربنا حذره من الطوفان وبنى سفينة وحط فيها كل كائن حي. الكلام ده قبل ما يظهر سيدنا نوح عليه السلام في الكتب السماوية. هل ده معناه إن القصة كانت موجودة قبل كده، ولا ده في حدث فعلي حصل كل حضارة نقلته بطريقتها؟ وهنا يظهر سؤال: هو فعلا حصل طوفان عالمي ولا لا؟ طب الطوفان ده علميا حصل. العلماء لقوا في مناطق كتير حوالين العالم رواسب طينية قديمة بتدل على فيضانات ضخمة حصلت، وأكثر مكان اتكلموا عنه هو منطقة البحر الأسود. في نظرية بتقول إن البحر ده زمان كان مجرد بحيرة، ولما حصل ذوبان للجليد، مية البحر المتوسط دخلت عليه فجأة، فغرق فغرق آلاف الكيلو مترات، وكان المشهد أشبه بطوفان عملاق. هل ده كان الحدث اللي القصة مبنية عليه؟ هل نوح عليه السلام كان موجود في منطقة البحر الأسود وشاف الكارثة بعينه؟ طب ولو فعلا دي تكنولوجيا قديمة، هل ممكن تكون السفينة دي مش مجرد خشب؟ في ناس بتقول نوح عليه السلام كان نبي ومعاه علم مش موجود دلوقتي، ممكن يكون عنده معرفة بطريقة بناء غير اللي احنا نعرفها، زي مثلا أسرار الهندسة الفرعونية، أو حتى استخدام ترددات صوتية لتحريك المواد
زي ما بيقولوا في بعض الفرضيات. وفي اللحظة دي نبدأ نغير زاوية النظر، بدل ما نسأل هل القصة حقيقية، نسأل لو كانت حقيقية إيه اللي بيخبيها وليه؟ هل في جهات بتحاول تمنع اكتشاف السفينة؟ هل في أطراف مش عاوزة الناس تعرف إن في طوفان حصل فعلا؟ ولو في بقايا حقيقية للسفينة موجودة فين؟ وليه مفيش إعلان رسمي عنها؟ دلوقتي هندخل أكتر في الحتة دي ونعرض أدلة مرعبة من صور أقمار صناعية وتقارير قديمة وأبحاث اتمنعت من النشر. هل في أدلة فعلا على وجود سفينة نوح عليه السلام؟ وهل حد حاول يخفيها؟ هنا بقى الناس ممكن تقولك انتوا ليه مصدقين حاجة زي كده؟ بس لما تلاقي صور أقمار صناعية وأبحاث جغرافية وتقارير استخباراتية، هنا بقى الموضوع ما عادش خيال، ده بقى أقرب لاكتشاف متخفي ورا ستاير سميكة. أولا، جبل أرارات في تركيا أكبر دليل بيقولوا عليه هو جبل أرارات. سنة 1959 طيار تركي كان بيطير فوق المنطقة، لاحظ جسم غريب في الجبل، شبه سفينة مدفونة في الطين والجليد. اتصورت واتحللت وبعدها تم إرسال بعثات علمية هناك. البعثات دي رجعت بتقارير قالت إن الجسم ده طوله حوالي 150 متر، وإنه متكون من مادة عضوية زي الخشب المتحجر، وإن فيه تقسيمات داخلية تشبه الغرف، يعني مش مجرد صخرة. ثانيا، الأقمار الصناعية الأمريكية في فترة الثمانينيات، في تقارير خرجت من ناس اشتغلوا في وكالة ناسا قالوا إنهم شافوا نفس الجسم ده في صور أقمار صناعية، وكان في اهتمام كبير جدا من بعض الدوائر الأمنية في أمريكا. بس الغريب إن الصور دي ما ظهرتش للعلن، وكل مرة حد يطلبها يلاقوا إن الملف مغلق أو تمت إزالة البيانات. ليه؟ هل السفينة دي ممكن تكشف حاجة أكبر من مجرد قصة تاريخية؟ هنشوف. ثالثا، منع البحوث. في علماء جيولوجيا قالوا يعملوا حفر وتحليل للتربة حوالين الجسم ده، لكن السلطات التركية فجأة منعتهم وقالت دي منطقة عسكرية ومغلقة. طب ليه؟ هو لو الموضوع مجرد صحراء، في إيه يخوف؟ ليه المنطقة دي بتتمنع دايما من دخول أي باحثين غير مصرح ليهم؟ رابعا، تكرار القصة في حضارات مختلفة. من أكتر الحاجات اللي بتقوي القصة إن الطوفان مش مذكور بس في الديانات السماوية، لا ده موجود في ملحمة جلجامش العراق القديم، ونصوص المايا أمريكا الجنوبية، وأساطير الهندوس. قصص الشمان في سيبيريا كلهم اتكلموا عن طوفان عملاق، وعن راجل أو نبي بيبني سفينة وينقذ اللي يقدر عليه. طب هل كل ده صدفة؟ ولا كل حضارة نقلت قصتها من حدث واحد حقيقي حصل؟ خامسا، إعادة التفسير. في باحثين حديثا بدأوا يقولوا إحنا اللي كنا فاهمين غلط. قالوا إن سفينة نوح عليه السلام ما كانتش بالمعنى التقليدي، ممكن تكون مركبة ضخمة، أو حتى قبة محمية، أو حتى مستودع جينات، يعني مكان فيه عينات من كل كائن حي علشان يتم إعادة الإعمار بعد الكارثة. والنقطة دي بتاخدنا على نظرية بتقول إن اللي حصل مش مجرد طوفان مائي، ممكن يكون كارثة كونية زي انفجار نيزك أو انزياح قطبي، واللي نجا كانوا ناس معديين من قبل. سادسا، الحيوانات اللي انقرضت. طب لو نوح عليه السلام فعلا جمع كل الحيوانات، فين الديناصورات؟ وفين الكائنات اللي ما عادتش موجودة؟ في احتمالين، يا إما ما قدرش ياخدها كلها، يا إما المسح اللي حصل كان بيختار. وده لوحده يخلينا نسأل، هو الطوفان كان بيستهدف إيه بالظبط؟ الفساد ولا جينات معينة؟ سابعا، ولو تم اكتشاف السفينة فعلا، إيه اللي هيحصل؟ لو في يوم طلع إعلان رسمي إنهم لقوا السفينة،
هيكون دليل إن الطوفان حصل فعلا، هيكون دليل وجود نبي اسمه نوح عليه السلام. هيبقى فيه صدام مرعب بين العلم التقليدي والتاريخ المقدس، وناس كتير هتفقد السيطرة على السرد اللي بيقدموه للبشرية. وهنا نرجع نسأل نفسنا، هل القصة دي كانت مدفونة تعمدا؟ هل في ناس عارفين الحقيقة من سنين وبيخبوها علشان يفضل الإنسان عايش في نسخة مزيفة من تاريخه؟ هنا بقى هنفجر القنبلة. هل اللي حصل كان طوفان فعلا ولا حرب طاقية؟ وهل السفينة دي كانت أصلا بتطير؟ أولا، الطوفان ولا حاجة تانية؟ كلنا اتعلمنا إن الطوفان كان مية غطت الأرض، بس تعال نشوف كده شوية حاجات غريبة. في حضارات بتوصف الطوفان على إنه نور نزل من السماء، وفي حضارات تانية قالت إنه زلزال كسر الأرض وخلاها تبلع كل حاجة. والمايا بيقولوا إن الأرض انشقت نصين. يعني هل هو كان بس مية ولا في حاجة أعمق حصلت؟ ناس بدأت تقول إن الطوفان الحقيقي ممكن يكون حرب طاقية أو هجوم من خارج الأرض، واللي حصل هو تدمير ممنهج لإعادة البشرية من الأول. ثانيا، هل دي سفينة ولا مركبة؟ في ناس من الباحثين في الطاقات القديمة قالوا إن أوصاف السفينة ما تنفعش تبقى سفينة عادية. المساحة، عدد الكائنات، التحمل للريح والمية بالشكل ده، كل ده بيوحي إنها مش خشب بس. يعني الناس بيقولوا إنها كانت مركبة متطورة، ممكن تكون شبه الغواصة أو سفينة فضائية أو حتى قبة طاقية تحمي اللي جواها من أي تهديد خارجي سواء مادي أو طاقي. ثالثا، الحماية الطاقية. نوح عليه السلام كان بيشتغل بأمر رباني، لكن ده ما يمنعش إن اللي اتبنى ممكن يكون بنظام متقدم. ممكن يبقى استخدام ترددات صوتية لبناء المركب زي ما كان ما بيحصل في المعابد القديمة، أو استخدام أنظمة اهتزازية لحماية السفينة. وفي احتمال إن الخشب اللي اتبنى منه ما كانش خشب عادي، ممكن يكون مادة طبيعية من نوع نادر بتسد الطاقات السلبية أو الإشعاعات. رابعا، هل هناك في تدخل من كائنات خارجية أو أخرى؟ واحدة من النظريات اللي الناس بتخاف تقولها إن نوح عليه السلام ما اشتغلش لوحده. في نظرية بتقول إن كائنات نورانية أو خارجية ساعدته، سواء في البناء أو في جمع الحيوانات أو في النجاة من الكارثة نفسها. وده لو صح، يبقى مش بس الطوفان كان رسالة تطهير، ده كمان كان عملية إنقاذ مبرمجة للبشرية، وفيها تعاون بين عوالم مختلفة. خامسا، لو السفينة اتبنت تاني ممكن تشتغل؟ في باحثين حاولوا يعيدوا تصميم السفينة، وفي نماذج صغيرة فعلا اتعملت، بس ولا واحد قدر يحقق نفس القوة والاستقرار. وده بيخلينا نسأل، هل كان عندهم معرفة مفقودة ولا في أسرار في التصميم والتركيب محدش كشفها لحد النهاردة؟ سادسا، ليه القصة دي بترعب ناس كتير؟ لأنها لو حقيقية بتثبت حاجتين مرعبين. واحد، إن التاريخ اللي نعرفه فيه فجوة كبيرة ومتعمدة. اتنين، وإن في قوة أكبر من كل البشرية ممكن تتحرك وقت ما تحب، وإن في كارثة ممكن تتكرر تاني لو فضلنا نكرر نفس الأخطاء. في نهاية الموضوع بتاعنا النهاردة، يا ترى السفينة كانت ملجأ من المطر ولا كانت آخر محاولة لإنقاذ نسخة نقية من البشر والكائنات؟ ويا ترى فين المفاتيح اللي بتفتح الأسرار دي؟ في الجبل ولا فينا إحنا لما نفتح عينينا ونفهم؟ سلام.